ولازم تكون مهتم بمسارك الحالي أكتر من اهتمامك بنتائجك الحالية، لأنك لو كنت مليونير إلا إنك بتصرف كل شهر أكتر من اللي داخل عليك، فأنت كده ماشي على المسار الخطأ. ولو ما غيرتش عادات إنفاقك هينتهي بك الحال إنك هتفلس. ولو ما كنتش مليونير إلا إنك بتدخر جزء من مرتبك كل شهر، فأنت كده على الطريق الصحيح نحو التحرر المالي، حتى ولو كنت بتتحرك ببطء، لأن النتائج اللي بتحققها ما هي إلا مقياس متأخر لعاداتك. وده معناه إن إجمالي ما تملكه من أموال هو مقياس متأخر لعاداتك المالية، ووزنك هو مقياس متأخر لعاداتك في تناول الطعام ونظامك الصحي، ومعرفتك هي مقياس متأخر لعادات التعلم عندك، والفوضى الضاربة في منزلك هي مقياس متأخر لعادات التنظيف لديك، لأنك بتجني ثمار ما تواظب على تكراره. والزمن قادر أنه يعظم الهامش بين النجاح والفشل، وهو بالفعل هيعظم أي حاجة هتعملها. فالعادات الحسنة هتخلي الزمن حليفك في الوقت اللي العادات السيئة هتخلي الزمن عدوك.